تعال اقول لك على اخبار برشلونه النهارده واهم صفقات الفريق. ماركوس الونسو مطلوب في الدوري الانجليزي. كشف تقرير صحفي اسباني اليوم الاربعاء عن اخر تطورات مستقبل ماركوس الونسو لاعب برشلونه، واللعيب خرج تماما من حسابات برشلونه خصوصا بعد عدم تسجيله في الفريق الكتالوني. والخبر الثاني هو موعد وصول كانسيلو الى برشلونه لعمل الفحص الطبي. كشف الصحفي اشرف بن عياد عن موعد وصول النجم البرتغالي جواو كانسيلو للفحص الطبي في برشلونه. أكد الصحفي أشرف بن عياد على حسابه الرسمي على السوشيال ميديا عن وصول كانسيلو لبرشلونة لعمل الكشف الطبي يوم الجمعة. وينضم النجم البرتغالي لصفوف نادي برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، وفي حال قرر برشلونة ضم اللاعب بشكل نهائي في الصيف المقبل هيدفع حوالي 25 مليون يورو. والخبر الثالث، برشلونة عايز يضم لاعب اتلتيكو مدريد جواو فيليكس. لسه برشلونة عايز يدعم خط هجومه، ومع العلم ان اتلتيكو مدريد عايز يبيع اللاعب، واللاعب قال قبل كده ان حلمه الاكبر هو اللعب ببرشلونة. والخبر الرابع هو ان برشلونة يتخذ قراره بشأن عبد الصمد الزلزولي. اتخذ نادي برشلونة الاسباني قراره النهائي بشأن مستقبل النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي في ظل اهتمام عدة أندية بضمه. ووفقا للمعلومات الواردة من الصحف الأسبانية إن النادي الكتالوني قرر استمرار الزلزولي، وسيحصل على الثقة من المدرب تشافي هرنانديز. وبعد الخبر دوت ابتعد أندية كتير كانت ترغب في ضم اللاعب الزلزولي، وأبرزها أستون فيلا وباير ليفركوزن وجيرونا وريال بيتيس والنادي الإيطالي. وماتش برشلونة اللي جاي برشلونة ضد فيا ريال كمان 4 أيام، يعني يوم الأحد 27/8/2023 الساعة 6:30 بتوقيت مصر، في الجولة الثالثة من الدوري الأسباني بعد الفوز على قادش 2-0 والتعادل مع ختافي في أول جولة.